عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل بقى تحلية اقتصادية سهلة وسريعة وفي نفس الوقت طعمها تحفة. لما تجربوها بنفسكم هتعرفوا بقى انا بقول ايه. وقبل ما نبدأ بقى الفيديو بتاعنا، عايزاكم تعملوا اشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتوش في القناة، وكمان تعملوا لايك وشير للفيديو. شايفين الشكل لوحده مغري قد ايه؟ بجد طعمها بقى خطير، حلوة جدا. هنعمل بودنج الشوكولات والنسكافيه للناس بقى كمان اللي بتحب النسكافيه مع الشوكولات. الطعم بقى بجد خطير، وفي نفس الوقت مكوناتها بسيطة جدا وسهلة وسريعة. هتكرروا التحلية دي كتير جدا من كتر ما هي طعمها خطير وفي نفس الوقت سهلة. أول حاجة هنحضر لتر من الحليب يكون بارد عشان احنا هندوب فيه 4 معالق كبار من النشا. يعني لو لسه هتغلوا اللبن لازم تستنوا عليه لما يبرد نهائي. يا اما تجيبوا كوب مية ساقعة او كوب لبن بارد يكون موجود عندكم وتدوبوا فيه النشا الاول، وبعد كده تنزلوا بيه واحدة واحدة على اللبن لو هو مغلي. لكن انا هنا استخدمت لبن بارد. لتر من الحليب البارد حطيت فيه 4 معالق كبار من النشا ودوبتهم على البارد بالشكل ده. لما اتأكد ان هما داب كويس جدا، وقتها بقى هنشغل النار وهحط 5 معالق كبار من السكر. انا هنا شغلت النار وحطيت السكر وهدوبه بقى كده لحد ما يدوب خالص، وهنفضل نقلب فيه تقليب مستمر. يعني لو ريحته ثانية لازم تكملوا تقليب، ما تبطلوش تقليب عشان هو فجأة بتلاقوا القوام تقل معاكم عشان ما يعملش تكتلات. فلازم تقلبوا تقليب مستمر زي ما انا بعمل كده، والنار عندنا متوسطة. هنفضل نقلب فيه لحد ما نلاقي القوام بدأ يتقل معانا زي قوام المهلبية أو الكريمة كده. هنا القوام تقل أهو. شايفين؟ هجيب لكم كمان معلقة عشان القوام تشوفوه كويس. شايفين هنا بقى عامل زي المهلبية أو الكريمة، يعني أخف من الكريمة شوية. ده السمك المظبوط اللي احنا هنوصله. تمام، التزموا بالمقادير اللي أنا قلتها هيطلع معاكم مظبوط 100%. تمام، هنحضر بقى 3 أكواب بالشكل ده، هقسمهم على 3 أجزاء. تمام، هنحضر بقى لو متاح عندكم نسكافيه، قهوة، شوكليت، أي نوع شوكليت موجود عندكم. لو مش موجود تقدروا تستخدمهم كاكاو خام أو كاكاو محلى، يعني المتاح عندكم، ما توقفوش نفسكم على حاجة معينة. أنا هنا قسمتهم على 3 أجزاء بالشكل ده. بعد كده اول طعم معايا هجيب النسكافيه، باكت نسكافيه اللي هو سريع الذوبان عادي، الشكل اللي قدامكم ده. تقدروا تستبدلوه بقهوة او باي طعم انتوا بتحبوه، هيطلع حلو جدا. تقدروا تعملوا كل الكمية شوكليت او كلها نسكافيه حسب الطعم اللي انتوا بتحبوه. انا هنا استخدمت واحد فيه نسكافيه وواحد هخليه سادة، وتالت كوب معانا هحط فيه مكعب واحد شوكولاتة. حطوا مكعب واحد بس، لو كترتوا عن كده هتلاقوا الصوص خف معاكم جدا ومش هيبقى بودنج، هيبقى دانت كده، بيبقى خفيف جدا مش هيتماسك معاكم. تقدروا كمان لو مش موجود عندكم مكعب شوكولات، اي نوع شوكولات لو مش موجود عندكم تقدروا تستبدلوه بكاكاو خام او كاكاو محلى. يعني معلقة صغيرة، ما تكتروش برضو، هتحطوا معلقة صغيرة هتلاقوه تحول على طول للون بتاع الشوكولات ده وهيديكوا نفس النتيجة. بمجرد ما بتنزلوا بأي طعم انتوا بتحطوه بيدوب جدا لان الصوص بتاعنا بيبقى سخن اصلا. هنا بقى حضرت الكب بتاعي، تقدروا تستخدموا فناجين او كوبايات المتاح عندكم. الكمية اللي انا عملتها هتاخد بس ال4 كبس اللي قدامكم. هنزل الاول بالنسكافيه، دي اول طبقة انا هحطها. تمام، بعد كده انا بجيب المعلقة وحاولوا ان انتوا تفردوها، تعملوا الحركة دي عشان يروح لحد الجوانب كمان، عشان لما اجي احط الطبقة التانية ما تنزلش والشكل يبوظ مننا. بعد كده نزلت بالطبقة السادة، وبعد كده هعمل برضو نفس الحركة، بجيب المعلقة وبحاول ان انا افرده لحد الاطراف عشان لما اجي احط الطبقة اللي بعدها اللي هي الاخيرة ما تنزلش من الجوانب. وبرضو في حاجة نسيت اقولكوا عليها، ما بين كل طبقة وطبقة نستنى ثواني كده بحيث ان الصوص يتماسك شوية، وبعد كده نقدر نحط الطبقة اللي فوقيه، بس ثواني معدودة يعني مش كتير.
وبعد كده هننزل على طول بالطبقة اللي بعدها. اخر حاجة حطينا بقى طبقة الشوكليت. الصوص بتاعنا اصلا متماسك فمش هيدخل في بعضه، بس برضو للاحتياط يعني ثواني بس بسيطة، وبعد كده بننزل ايه بالطبقة التانية. تمام كده، بفردها برضو بالمعلقة كده لحد الجوانب. شايفين بقى الشكل تحفة ازاي؟ خطير، شكله تحفة، والطعم بقى بجد رائع. هنسيب بقى البودنج بتاعنا يبرد شوية، يعني ربع ساعة أو 10 دقايق بس، مجرد ما البخار بتاعه خلاص ما يبقاش فيه بخار، عشان نقدر ان احنا نحط استرتش أو نغطيه بأكياس تلاجة استرتش زي ما أنا هعمل كده. اتأكدوا بس ان هو خلاص اتبخر، خلاص البخار بتاع السخونة ما بقاش موجود، عشان تقدروا ان انتوا تحطوا الاسترتش. حطيت بقى كده على الأربعة كده استرتش بالشكل ده. بعد كده بدخلهم التلاجة، مش بيقعد كتير، يعني ساعتين 3، مش بياخد وقت خالص، مش زي الجيلي يعني. ساعتين 3 هتلاقوه تماسك معاكم وبقى تمام جدا. هنا بعد ما خرجناه من التلاجة تماسك ومظبوط 100%. الاسترتش ده عشان يمنع ان هو يعمل قشرة من فوق، عشان يبقى زي ما هو احنا عاملينه، ما يبقاش فيه قشرة بتبقى خشنة شوية كده. انا هنا بقى الحركة دي اختياري، انا بس بعمل كده عشان اقلبه واوريه لكم. بفتحه كده من الجناب بالسكينة كده، بنزل لحد القاب من تحت، وبعد كده اقدر ان انا اقلبه. طبعا نقدر جدا ان احنا ناكله في نفس الكب، بس انا عايزة اوريه لكم. شايفين شكله خطير قد ايه؟ التلات طبقات شكلهم روعة وطعمهم بجد تحفة جدا. هنجيب كمان شوكولات كده مبشور، هزين بيه بس كده من على الوش. طعم برضو معاه عامل ميكس رهيب. تمام جدا كده. وربع فنجان هخليه بالشكل ده زي ما هو، هحط بس عليه رشة كده من الشوكولات. شايفين شكله خطير، حلو جدا. عملنا حاجة حلوة اقتصادية في وقت بسيط جدا، وكذا طعم، بجد خطير، شكل وطعم وكل حاجة، ومش بياخد اي وقت خالص. هندوق كمان. شايفين متماسك قد ايه وطالع مظبوط 100%. طعمهم بجد ميكس التلاتة مع بعض، طعمه رهيب. ايه الجمال ده؟ شايفين خطير جدا. هستناكم بقى، ضروري ضروري لازم تجربوه. اكيد المقادير موجودة عندكم، هو اصلا يعتبر مفهوش مقادير، كل حاجة فيه بسيطة. هستناكم بقى تجربوه، اوعوا تنسوا تعملوا سبسكرايب ولايك. يلا باي باي.